بقول لك ايه؟ ما تيجي نتمشى انا وانت في افضل سيناريو حصل في تاريخ الاتحاد. كلنا عارفين الاندرتيكر، الراجل الميت اللي ما بيخافش واللي أرعب اساطير المصارعه لسنين كتير. بس هو انت سألت نفسك قبل كده ليه الاندرتيكر اصلا بقى ذا ديد مان؟ وليه كان دايما بيمشي وراه راجل شكله غريب ماسك زي وعاء في رماد؟ الحكايه مش مجرد سيناريو، الحكايه بدأت بجريمه قتل بشعه، وبيت جنازات بيتحرق، وطفل ملوش ذنب وشه اتشوه بسبب غيرة أخوه الكبير. أنا النهاردة جاي أحكي لك عن قصة قابيل وهابيل، بس في المصارعة، قصة كين والأندرتيكر من الأول خالص، وليه بول بير قرر يحرق قلب تيكر ويفضح السر اللي فضل مستخبي 20 سنة. لكن قبل ما نبدأ أنا عايز أشكر كل الناس على التفاعل الفاجر اللي بيحصل في القناة الفترة اللي فاتت. شكرا ليكم عشان بتخلوني أكمل في الحاجة اللي بحبها. فياريت بقى تشترك في القناة وتعمل لايك عشان أقدر أكمل في المحتوى. جاهزين ندخل غرفة الكواليس؟ يلا بينا. في يوم 22 نوفمبر سنة 90 في عرض سيرفايفر سيريس، وقف تيدي بياسي أو زي ما الناس تعرفه ذا مليون دولار مان. وقف في نص الحلبة عشان كان في ماتش بين فريقه اللي هو اسمه 1 مليون دولار تيم وفريق داستي رودز. الماتش ده كان من نوع الإقصاء اللي يتعدى عليه يخرج والباقي يكمل. الماتش كان عبارة عن 4 ضد 4، وتيدي بياسي كان مخبي عضو رابع في فريقه وما اعلنش عنه غير وقت الماتش. وقف واتكلم وقال: انا بفلوسي قدرت اشتري وحش ملوش مثيل وهيلعب معايا في فريقي. وفجأة دقت موسيقى الأندرتيكر. دخل من أول ظهور لتيكر في الاتحاد، وكان مدير أعماله شكله غريب، لابس بدلة بيضة ووشه لونه أحمر كأن حد مولع فيه. دخلة شدت الجماهير جدا، خصوصا مع موسيقى دخول تيكر الأيقونية. الجماهير بدأت تسأل هو مين الشخص الغريب ده؟ واحد طويل بيمشي بهدوء، ما بيتكلمش، ملامحه جامدة ولابس لبس غريب. الدخلة كانت هيبة، وتيكر رسم الشخصية كويس. اللي حصل في الماتش ان تيكر قدر يطلع 2 من الفريق اللي قصاده، لكنه اقصى بسبب العد الخارجي. وهنا كان بداية تيكر في الاتحاد. بعد الماتش ده تيكر ما كملش مع الفريق، لان ماكمان شاف ان تيكر بشخصيته ما ينفعش يكون تابع لحد او دراع يمين لحد، وفصلوا عن الفريق. وكمان شخصية مدير اعماله ما كانتش لايقة مع تيكر خالص. براذرز لاف كان بيتكلم كتير وما كانش لايق على السيناريو، فعشان كده فينس قرر انه يغيره. ماكمان ما جابش اي حد، ده جاب اكتر شخصية مناسبة لتيكر في الوقت ده، وهو بول مودي، او زي ما احنا كلنا عارفينه باسم بول بير. بول بير ما كانش مجرد مدير اعمال، لا، بول بير اصلا كان حناط. واللي ما يعرفش يعني ايه حناط، ده زي الشخص اللي بيغسل ويكفن الموتى عندنا كده. دي كانت شغلانة بول بير في الحقيقة. عشان كده ماكمان شاف ان ده انسب شخص لتيكر. مع شوية مكياج هيعمل شغل جامد، وفعلا ده اللي حصل. في عرض اسمه ذا براذرز لاف شو، ظهر براذر لاف وقال انه ما عادش قادر يستحمل القوة المظلمة الخاصة بتيكر، وقال: انا لقيت الشخص المناسب اللي هيعرف يتعامل معاه. وقدم بول بير للناس. معلومة كده على السريع، اختيار اسم بول بير ما جاش من فراغ. الاسم ده كان ناتج لاسم بول بيرر، وده معناه الشخص اللي بيشيل النعش في الجنازات. ومن هنا بدأت قصة ذا مورتيشن او الحنوتي. بول بير ما كانش مجرد مدير اعمال لمصارع، لا، ده كان اللي بيوجه تيكر يعمل ايه ويتكلم ايه ويقول ايه ويلعب ازاي. تيكر كان زي الدمية اللي بيحركها صاحبها، لكن ده كان ليه سبب. بول بير كان بيشيل حاجة في ايده دايما وهي عبارة عن جرة او وعاء. ده ما كانش مجرد وعاء يا صديقي، في السيناريو اتذكر ان الوعاء ده فيه رماد اجداد تيكر، والوعاء ده كان سبب قوة تيكر. كان لما تيكر يتضرب في الحلبة أو ما يكونش قادر يصارع، كان بول بير بيرفع الجرة دي لفوق كأنه بيستدعي أرواح أجداد تيكر عشان يساعدوه في الماتش بتاعه. وفعلا مجرد ما بول بير يعمل كده تلاقي تيكر فاق وقلب الكفة لصالحه، ومحدش كان بيقدر عليه وقتها. في السيناريو اتقال إن تيكر كان راجل ميت، والجرة دي كانت فيها روحه وروح أجداده، واللي بيشيلها بيقدر يتحكم في تيكر ويحركه زي ما هو عايز. فضلنا على الحال ده يا صديقي لغاية سنة 1996. في السنة دي تيكر بدأ يتمرد على بول بير، وشاف انه اكبر من انه يكون تابع لبول بير او حاجه زي الجره تحركه، خصوصا بعد ما الجره دي اتسرقت اكتر من مره وتيكر كان بيرجعها. ده ولد عنده شعور ان الجره مجرد اداه مش اكتر، وهو قادر يحمي نفسه من غيرها. تيكر بدا يتكلم من نفسه وما يسمعش الكلام بول بير ويتصرف من دماغه، وده خلى بول بير يتضايق من تيكر. في نفس السنه ظهرت شخصيه جديده في الاتحاد وكان اسمه مانكايند. الشخصيه دي ظهرت في الاتحاد لسبب واحد زي ما اتقال في السيناريو، وهو تدمير الاندرتيكر. مانكايند كان مريض نفسي وكان بيحب يقعد في الضلمه لوحده كتير، والغرفه بتاعته كانت غرفه الغلاقات. مانكايند كان ما بيخافش من اندرتيكر، بالعكس ده كان لما تيكر بيضربه كان يقعد يضحك، وده جنن تيكر اكتر لانه حس ان قوه الظلام بتاعته مش نافعه قصاد مانكايند.
في نفس الوقت كان بول بير زهق من تيكر وانه ما بيسمعش كلامه وانه بيخرج عن سيطرته، لغايه ما رحنا لعرض كينج اوف ذا رينج في نفس السنه. كان في ماتش بين تيكر ومانكايند، وفي اخر الماتش بول بير كان واقف عند الكورنر وماسك في ايده الجره، وجه يضرب مانكايند بيها، ضرب تيكر بالغلط، وده كلف تيكر الماتش. تيكر ما شكش في بول بير انه يخونه واقتنع بكلامه انه اللي حصل ده ما كانش مقصود، لغايه ما رحنا لعرض سمر اسلام في نفس السنه. اتحدد ماتش بين تيكر ومانكايند وكان باسم بويلر روم براول، والماتش ده كان عبارة عن نزال في غرفة الغلايات الخاصة بمانكايند، وعشان تكسب لازم تخرج من الغرفة وتروح على الحلبة وتمسك الجرة بتاعت تيكر اللي كانت مع بول بير في الوقت ده. الماتش اللي حصل بينهم كان جامد لغاية ما رحنا لآخر الماتش. تيكر قدر يوصل لبول بير ولسه هياخد منه الجرة، راح بول بير ضرب تيكر على دماغه بيها وسط صدمة من الجماهير ومن تيكر نفسه. بول بير كان مع تيكر لمدة 6 سنين، محدش كان متوقع انه يخونه، وبعديها ادى الجرة لمانكايند وفاز بالماتش. ورسميا بول بير ساب تيكر واختار انه يبقى مع مانكايند. بول بير طلع بعديها وقال ان تيكر ما عادش بيسمع كلامه وبقى راجل ضعيف، وانا اخترت الشخص المناسب، وقال بالحرف قضيت سنين في ظل راجل ميت لكن دلوقتي لقيت الشخص اللي بيقدر الظلام بجد. تيكر بعد اللي حصل ما سكتش وفضل يطارد بول بير ومانكايند في العروض بسبب اللي عمله بول بير، وكمان عشان الجره بتاعته اللي بول بير اداها لمانكايند. حصل ماتشات خرافيه على فكره بين مانكايند وبين تيكر في العداوه دي، ماتشات كانت تتقل بالذهب، ولو عايز نحكي لك عنهم اكتب لي تحت في التعليقات. فضلنا في المطاردات دي لغايه ما رحنا لابريل سنه 97. حصل ماتش بين تيكر ومانكايند في عرض ريفنج اوف ذا تيكر. تيكر في الماتش ده كسب مانكايند، وفي نهايه الماتش تيكر ولع في وش بول بير. بعديها بول بير اختفى لمده اسبوعين ورجع في عرض الرو. في العرض ده مانكايند كان واقف عند الستيج وقعد يتكلم بطريقته المجنونه، وقال ان بول بير رجع، وساعتها طلع بول بير للناس وهو لافف وشه كله بالشاش وقال شايف يا تيكر، شايف انت عملت فيا ايه؟ حرقت وش الشخص اللي كان بمثابه والدك، حرقت وش الشخص اللي ظهرك للناس وخلاك الوحش اللي انت عليه. انا هديك فرصه اخيره يا تيكر، انضم لينا والا هكشف السر اللي محدش غيري وغيرك عارفه، السر اللي بتحاول تخبيه عن الناس وبتحاول تنساه. تيكر ما اداش اهتمام لبول بير وفضل يطارد مانكايند وبول بير في العروض، لغايه في مره بول بير وتيكر مسكه قال له انا هقول على السر اللي انت مخبيه عن الحريق والبيت اللي ولع واهلك، وهفضحك في العالم. تيكر اول ما سمع عن الموضوع وشه جاب الوان وساب بول بير ومشي. بعديها طلع بول بير للناس في الحلبه واستضافه فينس ماكمان وقال له قول على السر اللي انت عمال تذل بيه تيكر الفتره اللي فاتت. بدا بول بير في الكلام وقال الناس فاكره ان الاندرتيكر ده ظاهره ونقي، لكن الحقيقه غير كده. اندرتيكر مجرد قاتل وهو عايش حياته كلها بيكذب عليكم. من 20 سنه كنت شغال حناط في بيت اسره سعيده مكونه من اب وام وطفلين. البيت ده كان فيه دار جنازات وانا كنت المساعد بتاع الاب. الولدين هما مارك الكبير وكين الابن الصغير. مارك كان شقي وكان طفل مش طبيعي، اناني ومغرور، لكن كين كان طفل هادي لعبي وكان المفضل لاسرته. مارك كان بيغير من اخوه كين ومن حب اهله ليه، فقرر انه يخلص منه ومنهم كلهم. مارك قرر انه يولع في البيت كله، وفي يوم مارك نزل للدور الارضي وولع في البيت ووقف بره يتفرج على النار وهي بتاكل بيته واهله. انت فاكر يا مارك ان محدش عارف القصه دي؟ انا اللي كنت شغال مع والدك، انا قدرت انجو من الحريق، بس مش انا بس اللي لحقت نفسي من الحريق، اخوك كين لسه عايش، انا قدرت الحقه من الحريق. كين لسه عايش يا مارك، بس وشه وجسمه اتحرقوا، انا خدته وربيته في قبو مستشفى وفهمته انك السبب في الحريق اللي عمل في جسمه كده وخلص على اهله. كين كبر ولسه عايش وهيجيلك قريب عشان ياخد حقه منك. عايز اقول لك يا صديقي ان البرومو ده كان فاجر، والناس زمان كانت بتصدق السيناريوهات دي واقتنعوا ان ده فعلا اللي حصل. بعدها تيكر طلع ونفى اللي بول بير بيقوله وقال له انا ما ولعتش في البيت، ده كين هو اللي كان بيلعب بالكبريت عشان كده البيت ولع. لكن بول بير كدب تيكر وقال له ان ده ما حصلش وانك انت اللي ولعت في البيت، وقريب هيحصل لم شمل للعيله واخوك هيجي عشان ياخد حقه منك. بعديها في 5 اكتوبر كان في ماتش بين تيكر وشون مايكلز في عرض باد بلاد، وكان نوع الماتش ده هيل سيل، وده كان اول ماتش هيل سيل في التاريخ. في اخر الماتش تيكر كان مخلص على مايكلز تماما وكان خلاص هيثبته، لكن فجأة النور قطع واشتغل من عند الاستيج لابس لبس احمر في اسود ولابس قناع على وشه، وكان معاه بول بير ماشي جنبه. هنا الناس عرفت ان ده كين اخو الاندرتيكر. وصل كين لغايه القفص الحديدي وراح خلع باب القفص بايديه ودخل لتيكر الحلبه ومسكه واداله تومب ستون، وده كان فينش تيكر وسابه وخرج. بعد اللي حصل الناس كلها كانت مستنيه ان تيكر ياخد حقه من اخوه، لكن اللي حصل كان غير كده. تيكر طلع في العرض اللي بعده وقال انه مش هيقدر يعمل حاجه لاخوه، وانه ما ينفعش يضرب حد من دمه ومن لحمه ومش هيحصل مواجهه بينهم.
بس كين ما سكتش وفضل يطارد تيكر في كل العروض والماتشات اللي بيلعبها، وفي كل مرة تيكر ما يرضاش يعمل له حاجة ويسيبه ويمشي، لغاية ما بول بير وكين زهقوا من تيكر وحسوا انه مش هيواجههم فعلا وقرروا يغيروا الخطة. كين طلع وقال ان هو ندمان على اللي عمله مع تيكر اخوه وان هو عايز يتصالح معاه. وفي فقره حصلت بين تيكر وفريق دي اكس، الفريق هجم على تيكر وقعدوا يضربوا فيه لغايه ما دخلهم كين وساعد اخوه وخلصوا عليهم هما الاثنين. وهنا الناس قالت خلاص الاخوات اتصالحوا. بعديها اتحدد ماتش بين تيكر وشون مايكلز في عرض رويال رامبل في نفس الشهر، وكان الماتش من نوع تابوت، واللي هيكسب الماتش لازم يحط التاني في التابوت ويقفل عليه. وفي اخر الماتش كين دخل عشان يساعد تيكر على شون مايكلز، وتيكر ما كانش مدي اي اخوانه لغايه ما كين راح ضرب اندرتيكر وحطه في التابوت وقفل عليه. ومش بس كده، لا ده كمان هو وبول بير ولعوا في التابوت. بعدها دخل رجال الاطفاء عشان يطفوا الحريقه، واول ما فتحوا التابوت ما لقوش تيكر جواه كانه ما كانش موجود اصلا. بعدها في العروض كين وبول بير كانوا فاكرين انهم خلصوا من تيكر للابد، لكن كان بيحصل في العروض حاجات غريبه، زي صوت الجرس بتاع اندرتيكر يرن فجاه ويظهر برق في القاعه والدنيا تضلم وتنور، لكن محدش فيهم كان مهتم. لغايه ما رحنا لعرض الرو، بول بير واقف يتكلم مع كين في نص الحلبة، وفجأة بتدق موسيقى الأندرتيكر وبيظهر تابوت عند الستيج، والبرق بيضرب التابوت وبيظهر عليه الأندرتيكر بشكل جديد ولبس غريب أطلق عليه ذا لورد اوف داركنس. تيكر واقف عند باب القاعة وقال الجملة الشهيرة بتاعته: أنا رحت للجحيم وكلمت أهلنا وهم عاوزين روحك يا كين، وفي راس المنيا هتعرف ليه الناس بتقول عني سيد الظلام. بعديها اختفى. وفي الفترة ما بين ظهور تيكر لغاية راس المنيا، تيكر كان بيظهر لكين في كل حتة زي الشبح اللي بيطارد اللي قتله، لكنه ما كانش بيحصل بينهم أي حاجة غير الكلام. لغاية ما رحنا لراس المنيا 14 وحصل الماتش اللي الناس مستنيينه من فترة كبيرة. الموضوع ده ما كانش حصل قبل كده، كان كل اللي تيكر محتاجه انه يعمل توم ستون واحدة على المصارع عشان يكسب، لكن كين ما كانش أي مصارع. بس بعد حتى ما تيكر كسب، كين قام وضرب تيكر بالكرسي عشان يوصل له رسالة انه ما بيموتش بالساهل. بعديها حصل حاجة لخبطت الموازين كلها. بول بير طلع في مرة وقال ان تيكر مش مجرد قاتل، لا ده كمان ابن حرام، وقال ان تيكر ابوه ما كانش هو الراجل اللي عايش معاه، وقال ان كين ابوه يبقى هو بول بير، وانه خان صاحب مكتب الجنازات مع مراته وخلف منها كين. وده يفسر ليه بول بير لحق كين من الحريق وحافظ عليه وما رماهوش وكبر دماغه عنه. وفي نهاية سنة 98 كين وتيكر اتصالحوا وصفوا الخلافات اللي بينهم وانضموا لبعض، عشان نكتشف ان كل ده كان خطة اصلا من تيكر عشان يسيطر بيها على الاتحاد ويكبر نفوذه فيه. وبول بير رجع مع اندرتيكر كتابع ليه وعمل فريق اسمه ذا مينستري اوف داركنس. لغاية هنا الحكاية خلصت، لكنها فتحت بعدها حكاية أكبر، وهي فترة وزارة الظلام. ولو عايز تعرف عن الفترة دي قول لي تحت في التعليقات. ما تنساش، أنا هنا مش بحكي لك قصة، أنا هنا بوريك الكواليس. سلام.